عارفين عدد السماوات اللي خلقها الله؟ دايما بنقرا في الكتاب المقدس كلمة السماوات، وده معناه إن في أكتر من سماء، وهم 4 بس مش أكتر من كده. السماء الأولى هي عبارة عن المجال الجوي اللي بيطير فيها الطيارات والطيور، واللي قال عنها الكتاب المقدس طيول السماء. والسماء التانية هي الفلك، واللي موجود فيها الشمس والقمر والكواكب والنجوم، وربنا حط قوانين عظيمة للسماء دي، وكل حاجة فيها ماشية بدقة شديدة. والسماء التالتة هي الفردوس، وفيها الملائكة والطغمات والقوات، واللي اختطف فيها بولس الرسول، وده لما أراد ربنا يعلن لبولس الرسول ويشوفه بالجسد، وكشف له عن أسرار كتير جدا. أما السماء الرابعة ودي سماء السماوات، وهي عرش الله، والسيد المسيح اتكلم عنها أكتر من مرة وقال السماء كرسي الله والأرض موطئ لقدميه، وهم دول ال4 سماوات، ومفيش عندنا أي سماوات تانية.